مفيش شك ان اغلب الناس بيحسوا بتعب وارهاق نتيجة الصيام، لكن النهاردة ب5 نصايح بس هنقولك ازاي تتخلص منهم وتقضي نهار رمضان بحيوية ونشاط. اول ما تسمع اذان المغرب لازم تدي جسمك كمية كبيرة من الكربوهيدرات البسيطة اللي بتحتوي على نسبة سكريات عالية، لانها بتكون مصدر الطاقة الوحيد للجسم في الوقت ده، خصوصا ان هضمها سريع جدا. التمر والعصاير الطبيعية من احسن الامثلة عليها. لازم تدي لعضلات جسمك بروتين سريع الامتصاص عشان توقف عملية الهدم العضلي وتبقى عضلات جسمك قادرة انها تقوم بمجهود لبقية اليوم. بياض البيض بيعتبر واحد من اهم مصادر البروتين السريع. واحد من اهم الحلول السحرية للتخلص من الارهاق هو زيت السمك، او زي ما بيسموه اوميجا 3. الزيت ده مش بس بيمنحك تركيز كبير وطاقة، بس كمان بيريح الضغط من على مفاصل الجسم وبيمنحها قدر من الراحة. فاحرص انه يكون موجود مع اكلك على الفطار والسحور. على السحور لازم تدي جسمك كازيين او ما يسمى بالبروتين بطيء الامتصاص. بيكون موجود في منتجات الالبان بشكل عام، ومن مميزاته انه بيمد العضلات بالبروتين لمدة طويلة جدا بعد اكله عشان تقدر تمارس مجهود عضلي من غير ما تتعب. اخيرا يستحسن تمنح جسمك عدد ساعات نوم زيادة اثناء الصيام، قد تصل ل9 أو 10 ساعات، عشان اثناء النوم الجسم استهلاكه للطاقة يكاد يكون معدوم، فبالتالي هتوفر الطاقة اللي في جسمك دي لبقية اليوم. لو عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب للقناة عشان تشوف فيديوهاتنا الجديدة، ولو عايزنا نكمل ساعدنا ننشر فيديوهاتنا واعمل لها شير على فيسبوك وجوجل بلس، وكمان تقدر تشوف فيديوهاتنا اللي فاتت كلها من هنا.